السلام عليكم، انا عمر جبلي. وانا اكرم حماد من فريق بورفيرو. النهارده هنشوف اول يوم في جدول التمرين اللي عرفناه في الحلقه اللي فاتت. بالنسبه للتمرين النهارده، اول 5 تمرينات هيكونوا المبتدئين، المستوى المتقدم شويه هيكمل معانا التمرينات. وروتين البطن برضو في روتين بطن هينزل للمبتدئين وروتين بطن للمستوى المتقدم. فانت لو مستواك مبتدئ هتاخد اول 5 تمرينات مع روتين البطن للمبتدئين، لو مستواك متقدم هتكمل معانا لاخر الروتين وهتشتغل روتين البطن للمتقدمين. قبل ما نبدأ تمرين المفروض وضع جسمك في الضغط بيكون مستقيم، ما بينزلش لتحت ولا بيطلع لفوق. وبالنسبة لإيدك لما بتنزل للآخر، ولما تطلع كوعك ما بيتفردش للآخر، يبقى متني سنة بسيطة بحيث ما نحملش على المفصل. أول تمرين 3 في 8 ضغط عادي، حاول تنزل على قد ما تقدر تحت. تاني تمرين 3 في 8 ضغط واسع، وسع ايدك على قد ما تقدر. تالت تمرينة ضغط ضيق بالشكل ده، 3 في 5. بعد كده هنخش 3 في 8 ضغط عالي، ترفع رجلك على كرسي وتنزل في نفس وضع الضغط. حاول تحافظ على الأداء. خامس تمرين هنلعب متوازي عادي، هنركز فيه على التراي، بنحط الكرسيين بمستوى كتفك بالشكل ده. هنبتدي ننزل مجموعتين في 8. سادس تمرين هيبقى مجموعتين في 8 متوازي، بس المرة دي هنركز على البنش ده باننا بنوطي شوية واحنا بننزل بالطريقة دي. هتحس بالبنج وانت بتنزل. احنا كده خلصنا تمرين بالنسبة للمبتدئين، اللي بعد كده هيكون للمتقدمين شوية. تابع تمرينة معانا السودو بوشابس، ودي بتكون زي وضع الضغط العادي بس وش ايدي بيكون ورا كف ايدي، وبطلع لقدام شوية وببدأ انزل ضغط. دي بتكون مركزة على البنج بشكل كبير. هعمل منها 3 مجموعات في 8 عدات. تامن تمرين الامبوسيبل بوشابس، بيبقى بالشكل ده، بنزل على كوعي واطلع تاني. حاول تطلع في مكانك. الغلط من التمرين ده يبقى بالشكل الجاي، ان انت بتبقى جسمك ورا وايدك قدام وبتنزل وتطلع على الوضع ده، ده الشكل الغلط. تاسع تمرين السبارتان بوشابس، بقى بالشكل ده، ايد بترجع ورا وايد بتطلع قدام، باخدهم في نطة واحدة. التمرين العاشر والاخير ضغط ضيق عالي، هتضايق ايدك بالشكل ده وهتعلى برجلك فوق الكرسي، 3 في 5. احنا كده خلصنا تمرين النهارده، واستنونا الفيديو الجاي ان شاء الله. لو عجبكم الفيديو دوس لايك وسبسكرايب للشانل بتاعتنا على اليوتيوب، وسيبوا لنا كومنت عايزين الفيديو الجاي يكون عن ايه.